لو معاك فلوس مش محتاجها لمدة سنة وعاوز تستثمرها، هقولك على حاجات تقدر تستثمر فيها. أول حاجة أذون الخزانة، هي أوراق مالية بيطرحها البنك المركزي المصري، بيكون بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة أو النفقات اليومية الحكومية. ميزتها إنك بتاخد العائد بتاعك في الأول، لكن الفوائد بتاعتها ممكن تكون أقل من شهادات الاستثمار، وده بسبب إن بيدفع عليها ضريبة، ودي منها 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة. تاني حاجة الاستثمار في البورصة، ودي أكتر الوسائل اللي ممكن تحقق منها أعلى عائد. بس الاستثمار في البورصة ليه أصول، منها إنك تحدد استثماراتك في قطاع أو 2 أو 3 بالكتير، وتذاكر كويس إفصاحات الشركات قبل ما تحط فيها فلوسك، وكمان تستعين بتريدر مالي محترف عن طريق شركة السمسرة اللي أنت شغال معاها، وتكون عامل حسابك إن الاستثمار في البورصة فيه مخاطر، فما تزودهاش بإنك تدخل بهدف المضاربة، لا ركز في الاستثمار. تالت حاجة حط فلوسك في شهادة استثمار في البنك، ودي العائد بتاعها مبني على نسبة الفايدة المعلنة من البنك المركزي وقتها، وبتضمن العائد بتاعك مهما اتغيرت الظروف الاقتصادية. لكن من عيوبها إنك ما تقدرش تفكها قبل 6 شهور من ربطها، وبتخصم منك نسبة معينة في حالة كسرها قبل ميعادها. رابع حاجة افتح حساب توفير، ممكن تحط فلوسك في حساب توفير في البنك اللي بتفضله، هتاخد فوائد على حسب المبلغ اللي بتستثمر فيه، سواء بشكل سنوي أو شهري أو كل 3 أو 6 شهور. خامس حاجة ممكن تستثمر في صناديق الاستثمار، بتحط فلوسك في الصندوق الأنسب. أنا شخصيا بفضل صناديق العائد الدوري التراكمي يوم بيوم، لأن مخاطرتها قليلة وبيحسب عائد يومي متراكم على الأموال اللي مستثمرة فيه، والفلوس بتضاف على الحساب من طرف البنك في آخر كل يوم، وأقدر أسحب فلوسي في أي وقت أحبه وبدون أي خسارة.